السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى مش أنا اللي بقدم لكم الوصفة بتاعت النهاردة، دي أختي هي اللي عاملة الوصفة دي. كانت عاملة الدانيت اللي هو بالكراميل وبالشوكولاتة، فطبعا هي اللي كانت عاملة الفيديو ده، فهتلاقوا التصوير يعني مش قد كده عشان هي مش محترفة في التصوير قد كده، بس الوصفة جميلة جدا وطعمها كمان هايل جدا. هي كانت عاملاها وقالت لي طبعا انزلها على القناة، بس طبعا التصوير مش قد كده، لكن هتشوفوا كل التفاصيل وكل حاجة في الفيديو. الدونيت ده جميل جدا، هي عاملة الطريقتين وحطهم مع بعض في كاس واحد زي ما انتوا شايفين كده، وكمان كان جميل جدا والطعم تحفة. هي شاطرة فيه اصلا، يعني محترفة في الدونيت، تعرف تعمله وتعرف تظبطه كمان. وهي طبعا اللي كانت مصورة، لانها هي طبعا كانت بتصور بايديها والايد التانية كانت شغالة بيها، مكانش عندها ستاند ولا حاجة، بس التصوير جميل جدا. وكمان هتوريكم الطريقة بكل التفاصيل، الطريقة جميلة جدا والنتيجة هايلة زي ما انتوا شايفين كده في اول الفيديو. فطبعا هي هتبدأ دلوقتي تعمل معاكم الدانيت اللي هو بالشوكولاتة. ده اول حاجة بقى اللبن. هي كانت بعت الفيديو بصوت وكل حاجة، بس طبعا عشان هي كانت بتصور وكانت بتشتغل فما كانش يعني الصوت برضو ما كانش مظبوط قد كده، فانا طبعا هسجل لكم صوت وكمان هقول لكم على كل التفاصيل اللي هي هتعملها. ده لبن هتحط عليه معلقة نشا، وهتحط عليه كمان معلقتين من الكاكاو الخام، وهتقلبهم كويس عشان نعمل الدانيت اللي بالشوكولاتة. ده اول طريقة للدانيت اللي بالشوكولاتة هنعملها سوا، عشان ده اللي هتصبها في الكاسات الاول وبعد كده تصب عليها الدانيت الكراميل. هتقلبهم كويس وترفعهم على النار. اللبن ده دافي، وطبعا حطله السكر بتاعه. دي معلقة نشا كمان اهي. لو انتي حابة بقى ان هو يبقى رهيف بتحطله معلقة واحدة، حابة ان هو يبقى قوامه حلو زي ما انتوا شفتوه في الفيديو كده بتحطوا معلقتين وترفعوهم على النار. بتقلبوهم بقى الثلاث مكونات كويس مع اللبن، السكر والكاكاو والنشا، بتقلبوهم كويس وترفعوهم على النار. كمان هي هتبشر عليه شوكولاتة عشان تديله الطعم الحلو بتاع الشوكولاتة ده. هتبشر شوكولاتة عليه تديله طعم حلو قوي. هنستمر في التقليب كده عشان ندوب السكر. ده بقى الشوكولاتة تبشرها عشان طبعا مش هتنفع انها تسيح دلوقتي، ممكن يكون الخليط من النشا وكده يتجمد معانا، فهي هتبشرها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هي باينة طبعا في وش في الوش. هترفعهم بقى على النار وتقلب لحد ما الخليط يجمد معانا، بدأ ياخد اللون اللي هو البني بتاع الشوكولاتة. هنستمر في التقليب كده لحد ما هو الخليط يتقل معانا، وبعد كده نرفعه من على النار. تستمر بقى في التقليب كده وانت شغالة عشان خاطر ما يتكلكعش معانا، ولا ان هو يبقى مثلا تحت الخليط جمد وفوق لسه ميه وكده. فاحنا بنستمر في التقليب عشان كله الخليط يعني يمسك في وقت واحد. هي طبعا اول مرة تصور فيديو، فطبعا ما كانتش عارفة تشتغل بايديها وتصور بايد، فتلاقوا التصوير شوية مش مظبوط، بس والله كتر خيرها ان هي يعني عملت حاجة زي كده. وبعدين كانت فرحانة بقى وهي بتبعتلي الفيديو، قلت لها انا صورتلك فيديو وكده فنزليه على القناة، فانا مرضتش ازعلها. والله الفيديو جميل وكل حاجة واضحة بالتفاصيل زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. والفيديو جميل جدا، وطبعا زي ما انتوا شايفين الدانيت من ايدها حاجة تانية، والله هي بتعمله محترفة فيه وجميل جدا. فانا حبيت اوريكم الطريقة، وان شاء الله بعملها معاكم برضو على القناة الطريقة دي، ونشوف طريقة الدانيت جميلة جدا. بس هي بتعمله بطريقة حلوة، انا عملته كذا مرة ما بيبقاش حلو زي اللي هي بتعمله. فلما هي عملته بقى صورته كده وقالت لي خدي بقى الفيديو عندك عشان تبقي تعملي زيه، وكمان نزليه على القناة جميل جدا وكده. فانا نزلته زي ما انتم شايفين بكل حاجة بكل التريكات اللي هي عاملاها. تستمر بقى في خفق الدانيت كده عشان كله ياخد نفس القوام اللي هي عايزة توصل له. كده خلاص بقى الدانيت بتاعنا بقى جاهز ووصل للقوام اللي احنا عايزينه. هنشيله بقى من على النار
ونبدأ ان احنا نفضيه في كاسات. دي بقى الكاسات اللي هي تفضي فيها عشان تبين الطبقتين. دي كوبايات صغيرة كده، فهي استخدمتها بقى في ايه، انها تحط فيها الطبقة الاولانية بتاعت الشوكولاتة. دلوقتي فضته، هتحطه في التلاجة عشان يجمد على ما تجهز دانيت الكراميل، وتبدأ تحط الطبقة التانية عليه. لو انت عايزة تعملي دانيت شوكولاتة بس وتكتفي بيه براحتك، عايزة تعملي دانيت كراميل بس وتزوقيه كده وتكتفي بيه براحتك برضو. بس هي بتحب تعمل النوعين مع بعض، يبقى زي ميكس جامد كده، ويبقى طعمه حلو قوي. دلوقتي بقى ايه معانا اللبن، هنحط عليه معلقتين نشا. هنستمر في التقليب كده، وهنركنهم بقى على جنب عشان نعمل نعمل الكراميل، دانيت الكراميل. دي كمية اللبن التانية هنستخدمها بقى في الكراميل. جابت بقى كوباية سكر، حطيتها هنا في طاسة صغيرة كده، وتبدأ ان هي تحطهم على نار هادية عشان يبدأ يتكرمل معانا. اهم حاجة ان انت تحطيه على نار هادية، وتبدأي ان انت تقلبي بيه واحدة واحدة كده بالراحة، عشان خاطر يسيح معانا، وما تعليش عليه النار عشان ما يتحرقش معاكي. دلوقتي شايفين بدأ ان هو يسيح، ويبدأ ان هو يعمل كراميل، بس احنا هنسيبه بقى لحد ما يسيح خالص ونبدأ نشتغل فيه. هي دلوقتي بتحاول ان هي تشيل الحروف، يعني هي تقلبها مع السكر كده عشان خاطر ما يتحرقش من الحروف. فتبدأ تقلب كده واحدة واحدة، وشوية هتبص تلاقوا ايه الكراميل كله ساح معانا. دلوقتي السكر كله ساح، وبدأ يعمل لنا الكراميل. هي الحركة اللي هي بتعملها دي بتعملها عشان خاطر السكر ما يحجرش معاها، ان هي بحيث ان هي تسيحه كله، وكمان ايه ما يمسكش معاها ويبقى كتل كده. لا، هي بتخليه يسيح كله ايه حبة حبة كده، عشان لما تيجي تفضي عليه اللبن وكده ما يمسكش معاها ويحجر. فده كويس عشان خاطر يدوب بسرعة في اللبن. خلاص بقى، زي ما انتوا شايفين كده ده الكراميل. السكر ساح كله وادانا اللون الحلو ده، زي ما انتوا شايفين اللون ده مناسب جدا. مش هغمقه اكتر من كده عشان خاطر ايه، مش هنغمقه سوري اكتر من كده عشان خاطر يدينا لون حلو.
فهي بتسيبه بقى اللون ده. معلش بقى انا قلت لكم مش هغمقه، طبعا انا نسيت، فكرت ان الفيديو تبعي. فهي دلوقتي حطت عليه اللبن، نزلته كده على اللبن وهتبدأ تقلب، لان طبعا لما بينزل في اللبن بيبقى قطع زي ما انتم شايفين كده، بس هي تستمر في التقليب لحد ما القطع دي تدوب كلها مع السخونة بتاعت اللبن. طبعا هتدوب وتدينا بقى اللون الكراميل الجميل كده، ونشوفه سوا مع بعض. وكمان الطعم بتاعه تحفة والله، يعني من حاجة بسيطة، بس انا بحب الكراميل اصلا. دانة الكراميل بيبقى طعمه جميل جدا عن الشوكولاتة وعن اي حاجة. انا بحب اللي هو الكراميل. هتستمر برضو في التقليب كده عشان كله الخليط يعني يجمد في وقت واحد، وكمان عشان تدوب القطع بتاعت الكراميل دي. كده خلاص زي ما انتوا شايفين بدأ ان هو يمسك معانا ويدينا بقى القوام اللي احنا عايزينه. شايفين كده خلاص وصلت للنهاية بتاعة الدايت. وهنبدأ ان احنا نرفعه من على النار بقى عشان نفضوه في الكاسات اللي احنا كنا عاملينها الاول بتاعة الشوكولاتة، وتشوفوا معانا النتيجة في الاخر. وكمان هيبقى جميل جدا، النتيجة دي هتعجبكم قوي. شايفين بقى اللون والقوام بتاعه ما شاء الله جميل جدا، والطريقة سهلة زي ما انتوا شايفين، ما خدتش مننا حاجة، وكمان مش مكلفة. ده سكر ولبن والنشا، يعني ما خدتش مننا اي حاجة خالص. والطعم بقى تحفة، طعمها بيبقى جميل جدا والله، حاجة يعني ما تتوقعيش ان ده يبقى طعمها من المكونات البسيطة دي، بتدي طعم حلو قوي. فدلوقتي خلاص هتبدأ بقى كده ان هي تفضيه، كمان لونه وشكله حلو قوي. هتقلبه كويس وتبدأ ان هي تفضيه بقى في الكاسات اللي هي عاملاها على الشوكولاتة. بتديكي ميكس طعمه حلو قوي. ولو انت حابة تعمليها لوحدها، دونت لوحده وشوكولاتة لوحدها، مفيش مشكلة. اللي هو كراميل يعني دونت كراميل او دونت شوكولاتة لوحده، مفيش مشكلة خالص. بس هي بتحب تعمل الاتنين ميكس على بعض كده، بيدينا نتيجة حلوة وبيدي طعم كمان حلو قوي. هتبدأ تزوقهم بقى دلوقتي. عندها بقى كرات شوكولاتة زي كده وبشر شوكولاتة، بتزوقهم بتديها طعم حلو كمان شكل جميل جدا. ودي بقى النتيجة، حاجة بسيطة وحاجة موجودة عندنا مش مكلفة، يعني المقادير مش مكلفة وموجودة عندنا في البيت. تقدري تعملي حاجة حلوة زي دي وكمان جميلة، وتبهري بها أولادك، أو لو عندك ضيوف أو كده. سهلة وسريعة الطريقة، تقدري تعمليها في أي وقت وتبهري بها ضيوفك. ما خدتش معانا وقت خالص. وطبعا بقى ما تنسوناش بقى في اللايك وكومنت حلو كده عشان خاطر أختي أسماء. طبعا عايزاكم تشكروها كده في الكومنتات، وتقولوا لها رأيكم بقى في الدونت اللي هي عملته، وتشوفوا النتيجة كده زي ما انتم شايفين. متنسوش بقى اللايكات والاشتراك في القناة، وقولوا لنا رأيكم بقى في النتيجة. جميلة والله، تسلم ايدك يا سوسو، وكان الفيديو جميل جدا. ده بقى طريقة دونت الشوكولاتة ودونت الكراميل. باي باي.